نفس مشكلة كل مرة، مش عارفة اتكلم. يا لهوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، وزي ما متعودين نرفع الفيديو بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان ما تنسوش تدعموني بلايك. النهاردة بقى يا جماعة، بصوا، عايزة اخرج من اي مود وحش انا فيه. بقالي كتير جدا ما عملتش عناية شخصية، ما عملتش سكين كير، يعني تقريبا بقالي بتاع شهرين او اكتر، كمان من شهرين والله، من وقت ما كانت اختي في المستشفى. ف طبعا الظروف اللي حصلت وكده، فانا ما كانش ليا نفس اصلا ان انا اعمل اي حاجة. بس يا جماعة انا بشرتي يعني انهارت وباظت وبقت يعني ما شاء الله زفت الزفت. المهم النهارده بقى قررت ان انا يعني اخرج نفسي من المود اللي انا فيه، واعمل حاجه كده تخليني كده، يعني اعمل ريفرش لنفسي، بمعنى اصح عايزه اعمل ريفرش لنفسي. فقلت ايه، خلاص انا هعمل سكين كير لنفسي، وهوريكم يعني كل الماسكات اللي احنا هنعملها من البيت، يعني مش هنتكلف اي حاجه، حاجات بسيطه هي اللي هنتكلف بيها، وطبعا انا هوريها لكم. تمام. والدنيا دي، فمش هطول عليكم. متنسوش تحطوا لي اللايك، ويلا بينا نبدا الفيديو ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا بنات، اول حاجه هنجيب كوبايتين كده. تمام، زي ما انتم ما شايفين. وجبت ب10 جنيه لبان دكر، هفضيه في الكوبايه كده. وكمان هاخد معلقتين رز مليانين كده اهو، زي ما انتم ما شايفين كده، معلقتين كبار مليانين. يلا، ودول حبه من عندي، ما انا لازم اسيب التاتش بتاعي. وهجيب ميه مغليه، الميه دي انا غلياها. تمام. فتحتي كده، وهحط نص كوبايه، نص كوبايه بس هنا، ونص كوبايه هنا. حطيت اكتر بس مش مشكله. تمام، زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا هقلبها كده عشان بس ايه، اخليها يعني متبقاش متماسكه مع بعضها. تمام. وهنا عشان بصوا ما اعملش موعين، رحت ايه مستخدمه المعلقه باتجاهين. هركنهم كده على جنب، وهشوف حاجه هغطيهم بيها 24 ساعه، يعني هستخدمها بكره ان شاء الله، فهغطيها دلوقتي. بصوا ما لقيتش حاجه اغطيهم بيها، يعني حاجه صغيره. تمام. فجبت الطبق ده وهحطه كده، هو كده متغطي كويس. هسيبهم بقى كده لحد بكره في نفس الميعاد. بصوا يا بنات، اول حاجه هنعملها تمام ان احنا نستخدم الشيفنج دي اهي. تمام، اهي دي هنستخدمها، وهستخدم الالوفيرا ده. تمام، اللي هو الجل الصبار ده، هحطه في وشي. تمام، هدهنه كله على بشرتي، وبعد كده هستخدم الشيفنج. فيلا بينا اعملها وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات، ده تاني حاجة هنستخدمها. انا كده خلاص يعني استخدمت الشيفنج وخلصتها. تمام. فهبدأ بقى في جهاز البخار. جهاز البخار ده اللي بيستخدموه في البيوتي سنتر او الكوافيرات يعني. تمام، انا شارياه بقالي فترة كبيرة، كان رخيص جدا، وممكن دلوقتي يكون رخيص بس هيبقى اغلى من ما انا جبته. يعني انا مش فاكرة بصراحة كنت جايباه بكام، بس الحاجات دي تبقى معاكي متاحة، هتوفر لك كتير جدا جدا جدا. فبستخدمه ازاي؟ ده تانك بتاعه او انبوبة دي فيها مية، مليتها مية، فكيتها من هنا. تمام، ومليتها مية، وهحطها هنا اهي كده. تمام اهو، حط الفيشة
وفي الزرار اللي هو الباور اهو، دوست عليه كده توصل. تمام. هيطلع البخار بتاعه. في ناس على فكرة يعني ما عندهاش البخار، فبتضطر ان هم ايه، لو هيعملوا حاجة في البيت ان هم يحطوا حلة وفيها مية ويحطوا وشهم كده، بس بصراحة ما بيجيبش النتيجة اللي هي بتاعت الجهاز ده. طيب في بقى نصيحة هنصحها لك، الجهاز ده مش عمال على بطال يا جماعة نستخدمه، لانه بيفتح المسام. انا بستخدمه امتى؟ لما مثلا اقعد كتير قوي او احس ان وشي لا محتاجه فعلا، فوقتها لازم ان انا استخدمه. بصوا هو بدأ دلوقتي ان هو يطلع البخار بتاعه. فنصيحة مني، البخار يا جماعة مش دايما يستخدم. تمام. يلا بينا كده نبدأ. مش عارفة هو كده مظبوط، لسه ما طلعش قوي اهو بدأ. بصوا كده تفضلوا بقى تعملوا وشكم كده على كل اتجاه، عشان طبعا مش هتقدروا نهائي ان انتوا ايه، ان انتوا توجهوه على مكان واحد، يعني هتحسوا بلسعة ومش هتستحملوه يعني. فهنا شوية هنا شوية كده يعني، توزعوه على وشكم كله. اهم حاجة تحسوا ان ايه، وشكم كده بيعرق وبينزل عرق كتير كده، يبقى النتيجة بتاعته تمام. اهم حاجة طبعا عندنا الانف. الانف دي هي اللي بتشيل كل البلاوي. شايفين؟ شايفين يا بنات؟ شايفين المية اللي نازلة؟ احنا بقى عايزين نوصل لكده، ان احنا بصوا يعني، بصوا انا شايفه مية 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 يعني. اهم حاجة ان احنا نوصل للمرحلة دي، ان احنا وشنا كده ينقط مية. بصوا يا بنات، خلاص الجهاز يعني المية خلصت اللي فيه. لو لسه وشنا محتاج يعني ممكن نحط ميه تاني ونكمل، بس انا حسيت ان انا لا الدنيا تمام. شايفين الدنيا اصلا عامله معايا ايه؟ دي مناديل اللي هي بتاعت ازاله الواكس من على الوجه وكده، بس ايه، انا بحب استخدمها ده كده. بصوا في بقى حركه صعبه جدا هعملها دلوقتي، هوريها لكم. بصوا بنعمل كده يعني، بص بتحطوا المنديل هنا كده وتروحوا ايه كده تعملوا الحركه دي. بصوا في دهون بتطلع، بس انا مش عندي دهون قوي يعني. شايفين؟ انا مش عارفه شايفين ولا لا، بس انا هوريها لكم في المنديل. بصوا اهي، شايفينها اهي؟ مش عارفه شايفينها ولا لا، مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا. بس الحركه دي هي صعبه شويه، بس ايه، بس بتشيل يعني، بتطلع دهون جامد جدا يعني. تمام تمام. مسحت وشي كده كويس من البخار. تمام. في عندي حاجتين تاني بستخدمهم، ماشي. دي الالتراسونيك، ودي اللي هو الجهاز بتاع شفط الدهون. طيب انا ما عنديش دهون يا جماعه في بشرتي، لما بيبقى فيه دهون بضطر ان انا استخدمها، بس انا دلوقتي مش هستخدمها. ليه بقى؟ لان هي انا ما عنديش دهون. طيب نصيحه بقى، مش اي حد يا جماعه يستخدم الجهاز ده. ليه؟ هو تقريبا كمان عايز يتشحن فمش شغال. بص هو مش شغال اصلا، كنت عايزه اوريكم اصلا بيشتغل ازاي او بيتعمل ازاي. المهم هو ده لما بيشتغل ماشي، لو بتمشيه على الوجه كده، مش تحطيه كده وتثبتي كده، هيحصل كدمات للبشره. تمام. تلاقيها بقت لونها مزرق ومحمر والكلام ده، لا كده على طول. وهي اصلا بتستخدم للانف كده اهو، كده كده تبقى على طول على طول على طول، بسرعه 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 بسرعه. تمام. اللي هو كده ماشي. بس هو اصلا اكتر حاجه بتستخدموها للايه، للانف. بس انا طبعا مش هستخدمها وكده. مش اي حد يا جماعه بيستخدمها غير اللي ايه، اللي بيفهم فيها وبيعرف فيها. تمام.
طيب الالتراسونيك اهي، اهي اهو كده درجة تانية كده على التالتة. تمام. دي بتستخدموها ممكن يعني هي، استنى، هي او الابره. انا كنت الاول بستخدم الابره، بس الابره متعبه جدا، هي معايا طبعا بس انا مش بستخدمها بقى الحبايه قويه قوي استخدمها بيها. لكن غير كده لا لا لا، مش بقيت استخدم الابره نهائي، لانها بتخرم البشره. فالالتراسونيك بصراحه فظيعه فظيعه فظيعه، انا بحبها جدا جدا جدا، ما اقدرش استغنى عنها. فانا بشغلها على الايه، على تالت درجة ليها. تمام اهو، بصوا اهو. بصوا يا بنات، آه انا مشيتها على اماكن في وشي، يعني هنا هنا هنا. تمام. اي بثور هي بتشيل البثور، تمام، وبتشيل الدهون كمان. بصوا ظبطت لي الدنيا. طبعا انا بعقمها تمام بكحول وكده. هغطيها دلوقتي واسيبها، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. دلوقتي بقى يا جماعة خلاص خلصنا بقى المرحلة الاولى، هنبدأ نعمل السكراب. هتعملي السكراب ازاي يا هبة؟ انا مش شارية السكراب من بره ولا اي حاجة، انا هعمله في البيت. هتعمليه ازاي يا هبة؟ هقول لكم. اول حاجة، اول حاجة معلقة سكر، معلقة سكر نحطها كده في بولة. السكر يكون ناعم يا بنات، علشان ما يجرحش البشرة. هو هيسكربها بس ايه، ما يجرحهاش. طيب تاني حاجة معلقة بن. البن ده يا جماعة عايزة اقول لكم والله العظيم نضارة رهيبة بيعملها للبشرة، نضارة رهيبة تحفة. تمام، معلقة البن. طيب عندي بقى ستيفز مرطب هنستخدمه. هاخد يا جماعة، هو قرب يخلص اصلا، هاخد نص معلقة. تمام، زي ما انتم ما شايفين كده اهو. هوريكم كل حاجة، هو قرب يخلص، هو قرب يخلص. طب استنى، عشان هو قرب يخلص فعلا فايه، فهطلعه بايدي كده. تمام اهو. هقلبه كده كويس زي ما انتم ما شايفين. بصوا يا بنات اهو بقى سكراب كده كريمي، يعني مش عايزينه ليكويد، مش عايزينه سايل. تمام، يبقى كريمي كده. ناخده كده بصوا اهو. ونسكراب بقى. خلاص كده سكربنا جامد قوي. تمام، هقوم اغسل وشي وهرجع لكم ونشوف هنعمل ايه تاني. بصوا يا بنات، حسيت كده اهو وشي بدأ يظهر، يعني القلق اللي كان فيه. انا قلت لكم ان البن والله العظيم سحر، عارفين السحر هو سحر. بصوا حاسه ان وشي بدأ ان هو يروق كده ويهدى. يعني بالله عليكم دلوقتي زي في اول الفيديو لا، كمان انا يعني بصوا شايله الاضاءه علشان يعني يظهر قوي، يظهر ويبان. ايه رأيكم؟ يلا نكمل ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى يا بنات لو تفتكروا اللبان الذكر اللي احنا نقعناه
امبارح، فاكرين ولا لا؟ اهو. هنعمل فيه ايه؟ نجيب البولة الصغيرة دي، تمام، وهصفيه، تمام اهو. بصوا يا بنات، عارفين بقى العصارة؟ احنا عايزين العصارة بتاعته، شايفين اهو، تمام كده، تمام. هنا يا بنات معايا جيلاتين، تمام. هو كتير، انا عامله كتير علشان يعني انا السكراب اللي فات حطيت في ايدي وسكربت ايدي، تمام. وده هعمل كمان يعني هعمل كده برضو في ايدي. هاخد 3 معالق جيلاتين كده، احط حبه بقى، انا بحب احط التاتش بتاعي، تمام. جيلاتين كده 3 معالق وشويه. وهاخد برضو معلقه من البن، وهقلبها كويس بقى، وهقول لكم انا هعمل فيها ايه بعد التقليب. بصوا يا بنات، خفيف قوي قوي قوي. هعمل له ايه؟ هعمل له حمام بخار، يعني بخار، يعني هحط يعني ميه بتغلي على النار، تمام، وهحط فيها البوله كده، ونعمل حمام بخار للايه، للجيلاتين وال بالميه بتاعت ايه، لبان الدكر كده. يلا بينا نعملها وهرجع لكم تاني. بصوا، بصوا يا بنات، شايفين مفيش بثور، بثور راحت خالص زي ما انتم ما شايفين كده، تمام. شايفين مفيش حاجة، وشي بقى رايق وطري وناعم وبقى جميل ما شاء الله. القهوة فعلا بتخلي نضارة رهيبة 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 للبشرة. يلا بينا نحط الجيلاتين. بصوا يا بنات، هستخدم البراش دي، هستخدم دي للتوزيع، تمام. هنا ده السكراب، وانا ما استخدمتوش بصراحة، انا استخدمت ايدي. هوريكم الجيلاتين، تمام اهو، زي ما انتم شايفين. مش عارفه باين، طب استنوا كده هوريهم لكم عن قرب، ثواني. بصوا يا بنات اهو، تمام، زي ما انتم ما شايفين اهو. هو هيمسك لما ينشف على البشره، تمام. يلا بينا نبدأ. بصوا يا بنات، هنوزعه كده. اهم حاجة ما نجيش عند الحواجب، اهم حاجة الحواجب لا. بصوا يا بنات، وزعت الجيلاتين كله على بشرتي، تمام، زي ما انتم شايفين كده اهو، تمام. هستنى لحد ما ينشف وهنشيله طبعا مع بعض. اهم حاجة يا جماعة ما نجيش عند الحواجب، بيشيل الشعر من البشرة، تمام. فانا نصحتكم اهو وقلت لكم. فهنستنى لحد ما ينشف وهرجع لكم تاني. نفس مشكلة كل مرة، مش عارفة اتكلم، يا لهوتي. بصوا يا بنات، ايه رأيكم؟ انا حاسة ان الاضاءة، استنى اطفي الرينج لايت. بصوا يا بنات كده بدون اضاءة، ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في البشرة بقى؟ ولسه في اخر خطوة جاية، تمام، بتاعة الرز. فاكرين الرز اللي احنا كنا نقعينه سوا مع اللبان الذكر؟ يعني احنا ماشيين مرحلة مرحلة. قولولي 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 ايه رأيكم؟ والله العظيم والله العظيم، احلى حاجة الحاجات الطبيعية.
الطبيعية اقسم بالله العظيم اي حاجة طبيعية بتكسب جدا. عايزة اقول لكم ملمس بشرتي، عارفين بقى ملمس الاطفال، فظيعة. يلا بينا نشوف هنكمل ازاي. بصوا يا بنات، ده الرز اللي احنا كنا نقعينه امبارح، تمام. في تاني بس ايه، انا اخدت شويه اللي انا هستخدمهم، تمام. عايزه اقول لكم ان انا سويته على النار، والميه بتاعته انا خليتها. هقول لكم في الاخر هنعمل بيها ايه الميه. دلوقتي هحط 3 معالق لبن، تمام، على الرز، واضربهم في الخلاط وهرجع لكم تاني. بصوا يا بنات، اهو ضربته في الخلاط زي ما انتم ما شايفين كده، تمام. يلا بينا بقى نوزعه على البشرة. كده بقى يا بنات دان، خلاص خلصت كده. وزعت الماسك. 10 دقايق ربع ساعة بالكتير قوي وهنغسله، وهقول لكم اخر حاجة هنعملها ايه. يلا بينا نستنى شوية ونغسله. بصوا يا بنات، كده غسلت وشي من اخر ماسك انا عملته، تمام. المفروض بقى اقفل المسام بتونر. طب انا ما عنديش تونر، فانا عملت التونر بميه الرز، وهو ده اللي ايه اللي انا طلعته من ميه الرز. هغسل وشي بيه عشان اقفل المسام، وهعمل حاجه اللي هي بقى اخر حاجه خالص. خلاص كده يا بنات، قفلت المسام بالتونر اللي انا عملته، تمام، اللي هو ميه الرز. اخر بقى حاجه، بصوا انا من الصبح عامله التلجايه دي عباره عن ايه، عن ميه ورد، تمام. يعني انا محضراها من الصبح، فبرضو همشيها كده على بشرتي. وقعت في الارض. طفيت الاضاءه، تمام. قولوا لي بقى، قولوا لي ايه رايكم. بصوا بشرتي صافيه جدا الحمد لله. انا يا جماعه مش من الناس اللي بعك، تمام. في بشرتي بحافظ عليها جدا، بخاف عليها جدا جدا، تمام. واهو، ولا تقولوا لي فلتر ولا حاجه، بصوا اهو، ولا اي حاجه. قولوا لي ايه رايكم. بصوا هعمل حاجه اخيره. ده تنت، تمام، من ماي واي. التنت ده نينجا، انا بعشقه بعشقه بعشقه، بحبه جدا جدا جدا، تمام. ودايما عندي يخلص اروح جايبه غيره. تحفه 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 تحفه. تعالوا ناخد كده ايه يعني، سيكه كده، سيكه، بصوا سيكه كده تظبط الدنيا كلها. شايفين؟ شايفين؟ اهي. مش عايزه اكتر، تمام. انا مش شايفه، مش عارفه المرايه فين. اهو. مش عايزه اكتر، احب احط هنا كده في دقني حته صغيره. هوزعها في المرايه وارجع. بصوا كده يا بنات، ايه رايكم. بصوا كاني يعني عامله ميك اب نو ميك اب. ايه رايكم. حلو قوي 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 بجد، يعني لو ما جربتوش هتندموا. بس بقى يا جماعة، هو ده كان فيديو النهاردة. بتمنى ان هو يكون عجبكم، وتكونوا يعني استفدتوا منه، ولو بحاجة صغيرة قوي قوي كده. انا عارفة ان انتوا شاطرين وبتعرفوا تعملوا كل حاجة، بس انا برضو انا بتعلم منكم وانتوا بتتعلموا مني، وكلنا بنكمل بعض. بس قولولي ايه بقى الجمال ده، ايه الجمال ده، والله العظيم انا خسارة في البلد. يلا اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش اللايك. يلا سلام.